القرآن 4 أنواع من نفسيات السماع. النفسية الأولى هي نفسية المجادل، النفسية الثانية نفسية المستكبر، النفسية الثالثة نفسية المنشغل بشهوات الدنيا. النفسية الرابعة هي نفسية المؤمن صاحب أو ربنا وصفه بأولي الألباب، ودي النفسية اللي احنا عايزين نوصل لها. عندنا 4 نفسيات، 3 شر وواحدة فقط هي الايه؟ هي الخير. النفسية الأولى نفسية المجادل، ممكن تسمي النفسية دي النية. يعني ايه عشان تفهمها بسهولة؟ نيتك ايه هي نيتك وانت بتتلقى القرآن؟ وإنما الأعمال بالايه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لو نوى عند سماع القرآن ان هو بيسمع عشان يجادل، هيطلع بجدال وهيطلع بشبهات وهيلاقي هي مش شبهات ولا حاجة، بس هو هيلاقي هي كلها اشياء مردود عليها، بس هو عشان داخل بالنفسية دي هيطلع في واحد داخل مستكبر عن الاتباع، هيطلع مستكبر برضه. واحد داخل مش مركز هيطلع مش مركز، واحد داخل يعني يتقبل هيطلع متقبل. وهي دي القضية، نفسية السماع. تجد مثلا ايه الفرق بين القرآن عندما ألقي مثلا على الوليد بن المغيرة أو على أبي لهب، وبين القرآن عندما ألقي على سعد بن معاذ؟ النفسية ده كان بيسمع علشان يكذب وعشان يعرض، هو مش عايز يفهم، مش ناوي يستجيب. لكن سعد بن معاذ لما مصعب بن عمير في المدينة دعاه إلى الإسلام، وكان سعد بن معاذ أصلا جاي بقى ومتنرفز على مصعب، انتوا بتتكلموا في الدين وبتاع، انتوا جايين تعملوا لنا مشاكل في المدينة. فمصعب قال له يعني هلا جلست فسمعت، فإن كان أمرا طيبا وأعجبك خلاص كان بها، وإذا لم يعجبك فيعني نكف عنك ما يسوءك، خلاص مش هنكلمك تاني. فقال أنصفت وجلس. هي بقى دي جلس ازاي؟ جلس متجردا، جاي قاعد انا هسمع بجد، ولو انت فعلا الكلام تقوله كويس انا هستجيب. هي دي نفسيته، هو قاعد مش قاعد ومجادل ومعاند، لا هو قاعد علشان لو الكلام اللي انت هتقوله ده طلع كويس انا بقول لك انا هستجيب لك. وفعلا فبيقول مصعب ما ان قرأنا القرآن حتى رأينا الاسلام في وجه سعد بن معاذ قبل ان يقوم. وهو قاعد يعني خلاص قرر القرار ان هو هيستجيب لهذا الدين، وان الدين ده يعني خلاص لازم انسان يستجيب ليه. وفعلا قام سعد بن معاذ واسلم، واسلمت المدينة كلها في اليوم الذي اسلم فيه سعد بن معاذ. دي قضية. انما لكل امرئ ما نوى. انا لما بقرأ القرآن ايه نيتي ان انا قلبي يهتدي هيهتدي، نيتي اخد ثواب هتاخد ثواب، نيتي ان انا ازداد علم هتزداد علم، نيتي ان انا اعمل هتعمل، كل اللي انت عايزه هتطلع بيه، بس انت فكرة بتتكلم على القرآن ازاي. فعندنا اول نفسية المجادل بقى. المجادل ده داخل يسمع عشان يطلع حاجة يجادل بيها، وربنا ذكر النفسية دي في سورة الأنفال برضو. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. طب ايه النتيجة؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني في فرق بين ده وبين المستكبر بيسمع وكأنه ما سمعش حاجة وبيمشي وخلاص. لكن دوت بيقعد بقى إيه؟ يجادل، يقول لك إيه المشكلة، ده كلام عادي هقول لك زيه. طب يعني ماشي هاته، ما يقولش بقى حاجة. فقال فأتوا بسورة، فأتوا بحديث مثلي، فأتوا ب10 صور مثلي مفتريات، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهو يقول لك لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب اتفضل قول مثل هذا، وفي الآخر ما يقدرش ان هو ايه؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن هو يجادل وخلاص، يقول لك ده كلام عادي. انت تتحداه تقول له هذا كلام رب العالمين ليس كلام بشر، يقول لك ايه الجديد في الكلام دوت؟ كلام عادي اي حد ممكن يقوله. مش انت ممكن تسمع حد يقول لك كده، يقول لك ايه الاعجاز في القران يعني؟ هو يعني ما يعرفش شاعر يكتب لنا كام كلام زي ده؟ انت شخص جاهل باللغه وجاهل بالبلاغه وجاهل بالبيان وجاهل بكل حاجه. العالم فعلا يعرف ان هو يقف عاجز امام النص ده، ان هو ياتي بمثله بالفعل في ابداع النص دوت. لكن الجاهل يقول زي ما هو عايز، يقول لك يعني ايه المشكله؟ يعني ما نعرفش نقول سوره زي الكوثر يعني مثلا؟ ولا تعرف، والله ما تعرف ابدا انك تجيب سوره زي الكوثر، واخد بالك؟ فالنفسيه دي عامله زي نفسيه ايه؟ نفسيه الايه؟ لما تيجي مثلا تجادل واحد، ما تستغربش يعني انك انت تجادل واحد يبقى معاك حجج قويه وبراهين قويه وكل حاجه، وفي الاخر وهو ما ردش عليك، وفي الاخر برضو اعرض وهو مش عارف ما استجابش، تقول لي مش عارف، مع اني يعني اقنعته جدا، مع ان الكلام مقنع، هو مش قاعد ان هو يقتنع ابدا. لذلك لازم تميز النوع دوت. انت مثلا لما تيجي تناقش ملحد مثلا او علماني او نصراني او كده، لو حسيت ان النفسيه دي موجوده اعرف ان تقريبا مش هتطلع باي نتيجه،
هو مش هيستجيب ومش هيتأثر ابدا، لان هو ما قعدش معاك ونيته الانصاف. يعني هو مثلا قعد معاك يا تقنعني يقنعك، ده كويس، ده بيستجيب. يعني لو هو انا بقول له لو ماشي يا عم لو اقنعتني انا ايه، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تتنزل معاه يعني وتقول له كده وخلاص. وهو فعلا يبقى قاعد بكده، تقول له بس طب لو انا اقنعتك، يقول لك انا معاك هستجيب. ده بيستجيب لان هو فعلا نيته كده. لكن التاني ده هو قاعد بقى ايه، طب تعالى بقى، وهو مش ناوي ان هو ايه يفهم خالص، ولا ناوي ان هو يستجيب، وبالتالي بيطلع في الاخر. ما تستغربش ان تكون الحجج زي الشمس، زي الشمس. هو في اوضح من القران للعرب؟ طب احنا ما بنفهمش القران كويس. طب الرجل العربي اللي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ده كان يخفى عليه ان القران ده ليس بكلام بشر؟ لا يخفى عليه ابدا. طب ازاي كان بيعرض؟ هي كده، هو مش ناوي اصلا، هو مش عايز. فمهما كما قال تعالى: وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. خلاص، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهي كده، هو مش ناوي خلاص. فدي نفسية الايه، المجادل. ودي بتفسر لك زي ما قلنا ان ازاي الناس ممكن تسمع الحجج البينة وما تستجبش. ربنا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن من الجاهلين. له حكمة سبحانه وتعالى، ليه أضل دوت وليه هذا دوت. فده ما يستحقش، وده مش جاي عشان يهتدي. فلما يطلع بغير الهداية يبقى ما ظلمناهوش. خد بالك؟ يبقى دي أول نفسية اللي هي نفسية الايه، نفسية المجادل. النفسية التانية وهي نفسية المستكبر. نفسية المستكبر. المستكبر ده بقى مش بيجادل، المستكبر ده بيسمع من هنا ويطلع من هنا، ولا كأنك قلت حاجة، واصلا ما قرفان منك وشايفك انك انت ما اصلا ما عبركش اصلا. واخد بالك؟ ربنا ذكر النوع دوت، قال: ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله. او يسمع، شفت بقى السماع، يسمع إدراك ويسمع فهم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب ايه، أليم. فده النوع الثاني اللي هو المستكبر. وخد بالك من المقدمة في الآية: ويل لكل ايه، أفاك أثيم. عشان لما تيجي تسأل نفسك ليه، طيب ليه استكبر، طب وليه ربنا قدر عليه كده، تعرف ان هو وما ظلمناهم ولكن كانوا ايه، أنفسهم يظلمون. هو أفاك أثيم، واحد أفاك كذاب شديد الكذب، أثيم مبالغ جدا في الاسم. ازاي الأرضية دي تصلح للهداية أصلا؟ فكان مثل هذا لا يليق به الهداية، لا يليق به الايه، الهداية. فقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها. فده أشبه بنفسية إبليس بالظبط. إبليس سمع اسجد لآدم، سمع فهم، لكن ما عندوش أي استعداد إن هو يستجيب خالص خالص. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال: أسجد لمن خلقت طينا. لذلك ربنا وصف قال: أبى واستكبر وكان من الكافرين، رغم أنه سمع الخطاب كما سمعته الملائكة. ما الفرق بين سمع الملائكة وسمع إبليس؟ ده سمع ناوي يستجيب، وده سمع مستكبر. فبالتالي أغلقت عليه أبواب الهداية، أبواب الهداية تماما، وكان خلاص ختم عليه وانتهى أمره بسبب إيه، إن هو استكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى. دي النفسية الثانية، وهي نفسية الإيه، المستكبر. طيب إيه هي بقى النفسية الثالثة؟ النفسية الثالثة دي أخطر واحدة. ليه أخطر واحدة؟ رغم إن هي يعني مش زي الاتنين دول، هما دول طبعا أسوأ اتنين، بس الثالثة خطورتها من إيه؟ إن الأولى والثانية دي نفسيات كفار أكيد. يعني واحد مجادل أو واحد مستكبر أكيد ده شخص إيه، كافر. لكن احنا دلوقتي بنخاطب مسلمين، يعني اللي بيسمعني دلوقتي شخص مسلم في الغالب، يعني واخد بالك. طيب مشكلة النفسية الثالثة دي ان هي وارد ان هي تكون عند المسلم نفسه، عند المسلم. فالنفسية الثالثة دي بيشترك فيها الكافر والمسلم. واما الجدال والاستكبار فمش ممكن يتصور الا في ايه، الا في كافر. لكن ايه هي النفسية الثالثة؟ نفسية المنشغل بالشهوات. منشغل بالشهوات، يعني هو شخص مش مجادل ولا مستكبر، بس هو ايه، مش فاضي خالص، مش معاك اصلا، مش معاك، مش بسبب الاستكبار. يعني لو واحد قال له القرآن والدين يقول لك لا، ده 100 100. طب جدال، طبعا ما عندوش جدال، لا احسن حاجة الدين ونفسنا كلنا نبقى 100 100. لكن هو لكن النتيجة في الاخر ما بيعملش حاجة. ليه؟ ان هو منهمك في دوامة الدنيا. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في وهم في غفلة معرضون. هو مش مستكبر ولا مجادل، بس هو ايه النتيجة؟ ان هو معرض. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا إيه، أو استمعوا وهم يلعبون. الله، المشكلة دي لاهية إيه، قلوبهم. هي دي المشكلة، إن قلوبهم في لهو شديد، ملهي مش معاك خالص، مشغول بالدنيا، شغلته الدنيا. واحد مشغول بفلوسه،
واحد مشغول بمنصبه اللي بيصبح فيه بينام فيه، وطول النهار تليفونات، طول النهار شغل، طول النهار عمل. تيجي الصلاة أحيانا يصلي وكتير ما يصليش، ما بيحسش، ما بيفرقش معاه حاجة، لا يبالي بقى حلال حرام، عمل غلط بتاع. واحد بيحب البنات مثلا، خلاص هو منهمك في الموضوع دوت، ما بقاش بقى بيركز بقى حلال وحرام وغض بصر. بيسمع الآيات، يسمع آيات الله تتلى عليه، يعني بيسمع آيات عن غض البصر، بيسمع آيات عن العفة، بيسمع آيات عن مش عارف ايه، بيسمع عن حرمة اللي بيعمله، ولا كأنه سامع حاجة. ليه؟ لان هو متسيطر عليه تماما، الشهوة مسيطرة عليه مخليه بيسمع ويعرض لان هو مش قادر يطلع من اسر ليه، من اسر الشهوة دي، مسيطرة عليه تماما. بنت حياتها كلها في شكلها ولبسها وجمالها، والموضوع ده هو ده اللي مسيطر عليها. عايزة تتجوز واحد كويس، وعايزة تبقى حلوة قدام الولاد، وعايزة الناس العيال يبصوا لها، وكل شغلها الشاغل العريس واللبس والبتاع والشياكة ومنظري فالموضوع ده مخليها ولا بتبالي، تسمع آيات الحجاب، تسمع آيات لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبن. الآيات دي بتعدي عليها ولا كأنها سمعت حاجة، لأن هي أهم حاجة عندها تبقى شكلها حلو في الشارع، إن هي حد يبص لها فيرضي غرورها بإن هي شكلها كويس، عايزة عريس كويس، عايزة تبقى شبه البنات. الموضوع ده مسيطر عليها سيطرة كاملة، فمخليها معرضة تماما عن ان هي تستجيب، وليس لان هي مستكبرة ولا مجادلة. قلت لها انت غلطانة، ممكن تقول لك انا غلطانة. تقول لها نفسك تبقى كويسة، تقول لك والله من بكرة نفسي البس البس واسع ومش عارف ايه، لكن تاني يوم بتلاقيها زي ما هي عادي، مفيش اي حاجة اتغيرت. هي دي النفسية الخطيرة ديت. وواحد منشغل بمذاكرته، مذاكرة واخداه تماما، طول النهار في مذاكرة، وبيطلع من درس يروح على درس، يروح على درس، ما بيصليش، بيصلي في آخر اليوم، ويوم يوم وعشرة لأ، مش فارقة معاه بقى قصر ما قصرش، ممكن في رمضان يفطر عشان يذاكر، ده ما بيفرقش معاه حاجة.